إيه هو تعريف التوحيد؟ التوحيد لغة وشرعًا. لغةً هو إفراد الشيء عن غيره. طب شرعًا هو إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني أن لا نشرك معه شيئًا سبحانه وتعالى. طب أنواع التوحيد إيه هم؟ أنواع التوحيد 3. رقم 1 توحيد ربوبية، وهو إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالخلق والرزق وتدبير الخلائق. ده توحيد الربوبية. إن يعني ده معناه إيه؟ إن ما فيش خالق ولا رازق ولا مُحيي ولا ضار ولا نافع إلا ربنا سبحانه وتعالى، وده بيسمى بتوحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله. فما فيش حد يقدر إن هو يخلق مع ربنا سبحانه وتعالى ولا يرزق مع ربنا سبحانه وتعالى ولا يحيي ولا يميت إلا الله عز وجل. طيب تاني نوع هو توحيد الألوهية، يعني نفرض ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني إن إحنا ما نعبدش إلا ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، ما ندعيش غير ربنا سبحانه وتعالى، ما نذبحش غير لربنا، ما نحجش غير لربنا، ولا نعتمر ولا نتصدق إلا لربنا سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. تالت نوع هو توحيد الأسماء والصفات، إننا نثبت لربنا سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير ما نحرف ولا من غير إن إحنا نتخيل تخيل معين مش هنقدر إن إحنا نجيبه في دماغنا. وده ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.